السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، أهلا بيكم النهارده في حل الهوم ورك التاسع، درس فري فول اكسلريشن أو بروجكتايل ان فيرتيكال دايمنشن، اللي هو بروجكتايل في الاتجاه الرأسي. وقلنا سواء الأوبجكت اتحدف من تحت لفوق أو اتحدف من فوق لتحت، هو بينزل تحت تأثير الجرافيتي اكسلريشن أو بيطلع عكس اتجاه الجاذبية. وزي ما شفنا بقى، طالما الجرافيتي اكسلريشن دي كونستانت أو يونيفورم اللي هي 9.8 متر بير سكند باور 2 او 10 متر بير سكند باور 2، فانا كده اقدر اطبق عليها equations of motion with uniform acceleration. وفعلا طبقنا بقى عليها كل الايكويشنز اوف موشن، بس باختلاف ان انا كنت بشيل الاكسلريشن من equation اوف موشن الثلاثه واخليها جي او جرافيتي اكسلريشن. طبعا وانا نازل من فوق لتحت بتبقى بوزيتيف جي، وانا طالع من تحت لفوق بتبقى نيجاتيف جي. لو نزلت من فوق بفري فول، قال لي فري فول في المساله يعني هحط الفي انيشال بزيرو. لو اتحدفت من تحت لفوق ووصلت للماكسيمم هايت كنت ساعتها بحط الفي فاينل بزيرو. لازم الديستانس وانا طالع هي الديستانس وانا نازل، التايم وانا طالع هو التايم وانا نازل. تعال نشوف مع بعض كده مسائل الهوم ورك. عندنا كانت اول مساله بيقول لي a ball is projected vertically upward it took 3 seconds to reach maximum height. اتحدفت من تحت لفوق فخدت تايم 3 seconds to reach maximum height. وطالما قال ماكسيمم هايت يعني الفاينل فيلوسيتي هنا ايكوال زيرو. فبيقول لي كالكوليت ذا ماكسيمم هايت، احسب بقى الماكسيمم هايت ده بكام. انا عشان احسب الديستانس او الماكسيمم هايت بتاعي او استخدم اي ايكويشن اوف موشن، انا محتاج الفي انيشال والاكسلريشن. والله معايا الاكسلريشن اللي هي جرافيتي اكسلريشن 10 متر بير سكند باور 2، يبقى محتاج ان انا احسب الفي انيشال بتاعتي اشوف بكام. طب انا معايا الاكسلريشن الفي فاينل والتايم، اقدر احسب الفي انيشال. ما انا عندي ايكويشن بتقول لي ان في فاينل ايكوال في انيشال بلس جي تي، ممكن اودي الجي تي الناحيه الثانيه. واتفقنا بقى ان انا هغير الاكسلريشن في الايكويشن اوف موشن، بدل ايه هخليها جي. يبقى الفي انيشال فعلا ايكوال في فاينل ماينس جي تي. والله الفي فاينل بتاعتي بزيرو ماينس الجرافيتي اكسلريشن، طبعا انا طالع لفوق يعني هحطها بالنيجاتيف 10 تايمز التايم ب 3، فطلعت كده ان الانيشال فيلوسيتي 30 متر بير سكند. قدرت احسب الانيشال فيلوسيتي. دلوقتي اقدر استخدم اي ايكويشن اوف موشن فعلا عشان احسب الديستانس. معايا الفي انيشال ب 30، معايا الجرافيتي نيجاتيف 10، معايا التايم ب 3، معايا الفي فاينل بزيرو. ممكن استخدم السكند ايكويشن فيها الفي انيشال والتايم والاكسلريشن، ممكن استخدم الثيرد ايكويشن فيها الفي فاينل والاكسلريشن والفي انيشال. تعالى نستخدم السكند ايكويشن v initial t plus half gt باور 2. احنا لسه جايبين v initial ب 30 والتايم كان قايل لي 3 بلس half تايمز الجرافيتي طبعا نيجاتيف 10 والتايم اللي هو 3 باور 2. يبقى كده ماكسيمم هايت انا اقدر اوصل له ل 45 متر او 45 متر. ده فعلا الماكسيمم هايت. يبقى اهم حاجه عشان اقدر استخدم ايكويشن اوف موشن كان لازم احسب الفي انيشال، طبعا لازم يكون معايا الاكسلريشن. تعال نشوف المساله نمبر 2. بيقول لي the opposite graph represents the relation between velocity and time. relation ما بين الفيلوسيتي والتايم for projectile find the time taken to reach maximum height. واتفقنا عند الماكسيمم هايت الفيلوسيتي بتبقى بزيرو. والله الفيلوسيتي بادئه 50 وصلت زيرو بعد تايم قد ايه؟ 5 سكند. يبقى ده التايم taken to reach maximum height 5 seconds. طب عايزه توتال تايم باي ذا اوبجكت تو فول او فور اتس فلايت. احنا اتفقنا التايم وانا طالع هو التايم وانا نازل. طلع في 5 سكندز يبقى اكيد نزل برضه في 5 سكندز، او حتى باين من الرسمه ان التوتال تايم على طول ب 10. يبقى التوتال تايم على طول 5 تايمز 2 او 10 سكندز 10 ثواني. طب عايز احسب ذا فري فول اكسلريشن. طب ما انا عندي الريليشن ما بين الفيلوسيتي على الواي اكسس والتايم على الاكس اكسس، السلوب على طول يديني اكسلريشن. يبقى الاكسلريشن او فري فول اكسلريشن هي السلوب بتاعي، يعني في فاينل ماينس في انيشال نيجاتيف 5 ماينس او نيجاتيف 50 ماينس 50 ديفايدد التوتال تايم اللي هو عندي 10 ماينس 0، يعني نيجاتيف 100 ديفايدد 10 هتطلع بنيجاتيف 10 متر بير سكند باور 2. طبعا بالنيجاتيف عشان الاوبجكت بتاعي كان محذوف من تحت لفوق. طب عايز احسب الماكسيمم هايت، اقصى ارتفاع انا وصلت له. انا كده معايا الاكسلريشن
معايا التايم لغايه ما اوصل للماكسيمم هايت، معايا الفي انيشال من الرسمه ب 50. اقدر استخدم فعلا سكند ايكويشن اوف موشن عشان احسب الماكسيمم هايت بتاعي. يبقى ديستانس ايكوال في اي تي بلس هاف جي تي باور 2. والله الفي انيشال بتاعتي كانت ب 50 من على الرسمه، التايم بتاع الماكسيمم هايت كان 5 بلس هاف الاكسلريشن بنيجاتيف 10، والتايم بتاعي اهو 5 باور 2، فهلاقيها طلعت معايا 125 متر. دي انا قدرت برضه استخدم ايكويشن اوف موشن بما ان معايا الاكسلريشن بنيجاتيف 10، معايا التايم بتاع الماكسيمم هايت اللي هو 5 سكند، محدش يستخدم ال 10 طبعا، يبقى كده فعلا قدرت اجيب الديستانس او الماكسيمم هايت ب 125 متر. تعالى معايا كده في بيج 67 في الصفحه اللي قدامها، بيقول لي بيتر الريشه از دروب فروم ذا ريست، يعني الفي انيشال بتاعتي بزيرو، وقعت من فوق من الفي انيشال بزيرو ات هايت يعني الديستانس 9 متر above surface of the moon على سطح القمر. It takes 3 seconds، خدت تايم 3 ثواني to reach the surface. Based on this observation, which of the following is the best estimate of the acceleration of free fall؟ يعني معايا distance و v initial وتايم وعايز احسب الاكسلريشن. ممكن استخدم السكند ايكويشن v initial t plus half gt باور 2. والله ال v initial بزيرو، عايز احسب الجرافيتي اكسلريشن هعمل كروس مالتيبليكيشن، ال2 تطلع فوق والتي تنزل تحت، يبقى جي ايكوالز 2 دي اوفر تي باور 2. الديستانس بتاعتي كان قايل لي 9، التايم بتاعي ب 3 اهي باور 2، طبعا ال 9 هتروح مع 3 باور 2 يبقى لي 2 متر بير سكند باور 2. يبقى الجرافيتي اكسلريشن على سطح القمر ب 2 متر بير سكند باور 2. بيقول لي في نمبر 2 the time taken for storm dropped from rest، برضو دي انيشال بتاعتي بزيرو، for the vertically from height 16 متر، ادي الديستانس وادي التايم 2 seconds. based on these measurement عايز احسب الاكسلريشن، واحنا لسه قايلين الاكسلريشن ممكن اجيبها على طول من السكند ايكويشن، طالما الفي انيشال بزيرو يبقى 2 دي اوفر التايم باور 2. والله الديستانس المره دي 16 والتايم 2 باور 2، فهتطلع 8 متر بير سكند باور 2 اللي هي الاجابه نمبر بي. يبقى دايما طالما قال لي فروم ريست او قال لي فري فول او دروب يعني في انيشال بزيرو، الديستانس موجوده والتايم، فانا اقدر فعلا استخدم السكند ايكويشن. تعال نشوف الرسمه اللي بعدها. بيقول لي a ball is thrown up in the air، الكره اتحدفت لفوق and falls back down to the ground، رجعت للارض from height h of the ball above the ground over time is shown on the graph by the blue line. رسمت خط بالازرق اهو ريليشن ما بين الهايت والتايم من ساعه ما اتحدفت من تحت لغايه ما رجعت تاني. عايز السبيد بتاعت الكوره عند ثانيتين. احنا عندنا طريقتين بقى نحسب بيهم السبيد. طريقه بتاعت الانستانتينوس فيلوسيتي، مش دي كده تعتبر انستانتينوس فيلوسيتي؟ فلو رسمت تانجنت هنا هلاقيه بارلل للتايم اكسس، ولما يكون ديستانس وتايم والسلوب بتاعي زي الخط الاحمر التانجنت دوت يبقى على طول السبيد بيساوي زيرو. حد تاني يقول لي لا يا مستر بقى خلاص، ما احنا خدنا النهارده ان انا التايم وانا طالع هو التايم وانا نازل ثانيتين وثانيتين، معنى كده ان النقطه دي كانت الماكسيمم هايت او اعلى نقطه قبل ما الاوبجكت بتاعي يرجع ينزل تاني، وعند اعلى نقطه على طول الفاينل فيلوسيتي بزيرو، يبقى فعلا برضو طلعت الفيلوسيتي في اللحظه دي ايكوال زيرو. نمبر 4 بيقول لي two balls of the same volume are projected vertically upward from the same level. حذفت كورتين من نفس الليفل the same initial velocity بنفس الفيلوسيتي، one of them metallic والother is wooden. حذفت الاثنين اللي فوق، واحده ميتال معدن والثانيه خشب. the density of the metal larger than the density of wood، طبعا كثافه المعدن اكتر من الخشب. neglecting air resistance، اتفقنا في الدرس عندنا ان ماليش دعوه بالاير ريزيستنس، ماليش دعوه بالماس، ماليش دعوه بالكلام ده كله، طالما الاثنين اتحركوا بنفس الانيشيال فيلوسيتي يوصلوا لنفس الماكسيمم هايت ويوصلوا كمان في نفس الوقت، لان هي بتعتمد على ايكويشنز اوف موشن with uniform acceleration. الايكويشنز بتاعتي ولا واحده فيهم فيها ماس او بتعتمد على density او اي حاجه من الكلام ده. عشان كده هقول ان التو بولز reach the maximum height، الاثنين يوصلوا لاعلى نقطه at the same instant او في نفس اللحظه. تعال نشوف كده في الصفحه اللي وراها. بيقول لي a rock is projected vertically upward، حذفت طوبه لفوق where it reaches the maximum height and distance اسمها دي بعد تايم اسمه
T. Then it falls again. رجعت تاني freely till it reaches the same position of projection لغايه ما رجعت لنفس نقطه الانطلاق. عايز الافريج فيلوسيتي، والافريج فيلوسيتي المفروض تساوي توتال ديسبيسمنت ديفايدد توتال تايم. طب ما طلعت ونزلت لنفس النقطه، يعني الديسبيسمنت ايكوال زيرو، يعني الفيلوسيتي ايكوال زيرو. عشان كده فعلا هقول ان الافريج فيلوسيتي بتاعتي في الحاله دي بتساوي زيرو طالما رجعت لنفس نقطه البدايه، غير لما يقول لي افريج سبيد كنت احسب بقى الديستانس وانا طالع والديستانس وانا نازل. هنا بيقول لي a ball is thrown vertically upward the opposite graph. السؤال ده كان موجود في امتحان 2020. بيقول لي the opposite graph على التابلت. الجراف دوت shows the relation between vertical displacement and time. ادي اهو الاوبجكت طلع لفوق ونزل تاني لنقطه البدايه. which of the following represents the total distance and the velocity time in time interval من 0 ل 0. طبعا التوتال ديستانس هو طلع المسافه دي ونزل دي، يبقى 2 دي. يبقى مش هختار ايه، مش هختار بي، لان هو قال لي 0، يا اما 2 دي يا اما 2 دي. طب عايز اعرف الفيلوسيتي. هو الفيلوسيتي رجع لنفس البدايه، واحنا لسه قايلين الفيلوسيتي بتعتمد على الديستانس ولا الديسبيسمنت؟ بتعتمد على الديسبيسمنت، وطالما رجع لنفس نقطه البدايه يبقى الديسبيسمنت ايكوال 0، يبقى الفيلوسيتي هي كمان ايكوال 0. عشان كده هختار فعلا الاجابه نمبر دي، ان التوتال ديستانس 2 دي انما التوتال فيلوسيتي او الافريج فيلوسيتي ايكوال 0، لان الديسبيسمنت عندي بتساوي 0. انما لو كان قال لي عايز يحسب الافريج سبيد كنت هاخد التوتال ديستانس اللي هي 2 دي ديفايدد بالتوتال تايم تي، كنت هختار الاجابه نمبر سي. يبقى لو ما كانتش فيلوسيتي وكانت سي سبيد كنت هختار نمبر سي، لكن عشان فيلوسيتي بتعتمد على الديسبيسمنت فاخترت فعلا نمبر دي. تعال نشوف اخر مساله عندنا. بيقول لي نمبر 7 a stone is thrown vertically downward. اتحدفت بقى لتحت بانيشيال فيلوسيتي 96 متر بير سكند. المره دي في انيشيال مش بزيرو عشان هي مش فري فول، هو حدفها تو ويل الى بير يعني زي بير ميه كده. it reached the bottom وصلت للقاع after time 3 second as depth ومديني gravity acceleration. خلاص ما نقدر استخدم السكند equation of motion distance equal v initial t plus half gt باور 2. وطالما حدفتها لتحت يعني في اتجاه الجرافيتي acceleration بالبوزيتيف، يبقى ال v initial بتاعتي 96، التايم ب 3 بلس half الجرافيتي acceleration 9.8 والتايم برضه 3 باور 2، فبتطلع معايا الاجابه 332.1 متر. قدرت فعلا احسب الديبث او العمق بتاع البير بتاعي. وده كده كان حل الدرس بتاعنا النهارده بتاع الفري فول اكسلريشن. استنونا بقى ان شاء الله المره الجايه عشان نحل مع بعض مسائل درس بروجكتايل. كان معاكم مستر محمد كمال، دكتور ساينس.